أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد درس 81 ذي الدروس فقه السنة النبوية. سقيمير ضرب نهضر في الموضوع ذا جديد، موضوع تحت عنوان الاقتصاد الإسلامي قواعد وقيم. أن المحور الدقيق هو الاستهلاك قواعد وقيم. تجد الحلقة في 6 ذي موضوع ومن ثم الاقتصاد الإسلامي قواعد وقيم. الحلقة بوسة، الحلقة السادسة، اسميس الاستهلاك قواعد وقيم. أو كنت سمكتها مثلا يدرسني عدان نناد ربي سبحانه يفكد الثروات، يفكد الخير، أما ذي البحور، أما ذي القاعة، أما ذي الجنوان، ذي كل مكان أين تزرع ضد ينغي. ربي القرآن يندوى في السماء رزقكم وما توعدون. ذي البحور لنت الخيرات التي لا نحصيها عددا. نفكد بعض الإحصائيات ذا شو ذي الخير يدي يفكى ربي ذي البحور. شو الخير يدي يفكى ربي سفل القاعة، داخل القاعة، فوق الأرض وتحت الأرض. من بعد الناد الخير جي مرة جميع الثروات، زراعية، نباتية، حيوانية، بحرية، معدنية. كل هذه الثروات لا يمكن أن يستفيد منها الإنسان إلا بشرطين: الشرط الأول العلم، الشرط الثاني العمل. أكيد ندرس اللي عندنا كل خير قد يفكر ربي سبحانه وريزميرا لو مذانا ذي السن فعيس سوى ما يخدم سين شروط شرطا مزوارو إلى قثام السنين إلى العلم. ذي نهضر في العلم التخصصي. العلم التخصصي إما غادي يسدي تسداويث الجامعة ثانوية وغيرها، إما ديال الدونيث. أدفتغ مثال تفضيون ذا فلاح وري غريارة ولكن يغرى ذي لكل دونيث يسن أكل ذركان شو ديتساك أكل زقواغ يسن ذا شو التجرى راهي مغين ذيهن راهي مغين ذيهن. أكيني ما تزيد تقوم كان الفلاني أتسقار، ما تزيد تقوم كان الفلاني أدمغي أدفك الغلة. سعنت مسنين سنة مكان القمنا زمور، من المير القمنا زمور، من المال القمن تجور القم. سعنا كل كولتور الثقافة يا قاسي سيدي وين ماشي لي موديول غرانت ديال الجامعة خاطئ. التجربة. لذلك ذي يقارن سال مجرب خاطر يزمر يوني على لاغرونومي يغرا ديال لاغرونومي سبيسياليست ما شاء الله وسي قرارة سنا كلش يخصي في الكوتي براتيك، يخصي في الجانب العملي التطبيقي. أثياف سفلاح أثياف روين جرفن. الله مد نهضر ثمو سنين يا جماعة الخير ولا قالت تفهم باللي ذا قرايا ذا الكاغذ الدبلوم خاطئ إلا وين يغران ذي الدونيث. أما كنقارن الدنيا أفضل المدارس. الدونيث ذا كل ثم قرانت السلمات الصحفاظ تساكت الدروس، ولكن فافيس أمثال إلى قد يسين يتسرس اللاغيس. نهضرت كذلك من نهضر في العلم، نهضرت في العمل. إما يوليس على العلم لو سافوار يتشور ولا غيس، ولكن شد نفاسنيس العلم يلا الخدمة ولاش ثغال ردين. ونناد العلم إمام والعمل تابعه. ولناد الإمام البخاري في كتابه فتح الباري يخدم عنوان شكيف يناد العلم قبل القول والعمل. العلم ثمسني تزوار الخدمة. العلم قبل القول والعمل.
ثقي خلاصة بين الهضر درسني عدل الساقي موضوع جديد مهم وتنسكمل رقيوة الحلقة وتنفضوا كان في سنة إن شاء الله تعالى. العنوان الاستهلاك قيم أو قواعد وقيم. لأن بعض الاقتصاديين وقاد يخدمن في ثامسة دي ليكونومي أغفل نسنا مقران الإنتاج المهم أخدم الإنتاج وتخدم تحسين الإنتاج سعايا ذايا أمشي هاديك السفن أمشي استثمرن ثروات في دن مسلاي ولكن واقي ما يكفيش إما يليون يكسب كلش وريسينا أمشي راه يجيري لا جيستيون تسيير أمشي راه يستخدم الغلا ديوسان هيري فاسنيس أمشي راه يسلحو الخير قلال هيري فاسنيس مشكلة السؤال الذي يعيش ذي مشاكل كثيرة اقتصادية سنشير إليها إن شاء الله في مستقبل الأيام. أدنفقن باللي ذي الشريعة ذي الإسلام أتصن تمثال تصن تغوسي ونتولي مسا أن تنتيد إم قرانا لبول إم قرانا أقطاب الاقتصاد العالمي أما ذي اليابان أما ذي ماليزيا أما ذي تركيا أما ذي أمريكا أما في كندا العلماء إم قرانا ذي ليكونومي فكان غادي شيران تمثال اللات ذي شرع ربي سبحانه واضحة خاطر ذي المحال الشرع هذه يجل المجال الحيوي مجال الاقتصاد يج بغير ضوابط بغير معالم محال خاطر الاقتصاد مهم لا يمكن أن نبني حضارة إلا باقتصاد بل كما يقولون لا تنمية إلا باقتصاد ونزمر نخدمو التنمية ذي ثمورث ما الاقتصاد يعني ثروي ثبروي مهرد ورسعي القواعد السروات كان وقال السروات ذيس محال. لذلك موضوع الاستهلاك موضوع مهم مكمل لموضوع الإنتاج. الخير يوصف سيك جارف لا الكراك مذان لو كان سيدي تفكر 50 مليارا اكيني يا لطيف بعد الشر فكيدا مليون سين ثلاثة زمر غاسل مي الباقو زميغارا ماشي ذا وكيوني تساقوضنا ربي هذه ليونات يارس ربي يارس ديمانيس مي وايضا كاين زمر غير كل شيء ابراميس تفكر اتيروي اتيخلط يضرو خسار. لذلك موضوع الاستهلاك موضوع مهم. طيب خلينا نهضروا على النقطة الأولى ثورة. أولا أد نهضر في وجوب الإنفاق في مجال الاستهلاك. أول معلم هذا غديفان واضح وجوب الإنفاق. معناه كي قال ربي سبحانه أيام ذان ومفكيغ العقل ومفكيغ يفسن ومفكيغ الخير الكسب يظهر فاسنيك الرزاق يوضن تجري فاسنيك اتونسيون إيلاق أتنفقض وسقرارة ينوحلي خاطئ ذا ربي يكديف كان القدرة يكديف كان يفسن يكديف كان العقل يكديف كان تمسني يكديف كان القاعة يكديف كان يغني يكديف كان أمان ذا ربي يكديف كان كلش. ألور ربي سبحانه كيقار أين يوضن يجري فاسنيك أنفق وشينا راه تجي مانيك فيد لا إنك أنفق. فنهضر في وجوب الإنفاق. أتصل الآيات وتصل الأحاديث أختار منها ما يلي. أولا سورة الحديد الآية 7 ربي ناد آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. والله يثمثل الآية وحدس تحواج ساعتين وحدس تاقي كان باش سيدي نشرح. مقال كان مكي يشود ربي سبحانه ير الإيمان بالله وبالرسول والإنفاق أكيد دوكنت إناد أمن السربي ومن السنفي صلى الله عليه وسلم خدمة الإنفاق نفقوا قارن استقبالي سرح ربي أدي سرح فلاحي كانك سرح ربي أدي سرح. ذا شو دينا ربي سبحانه وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه
تزرم العلماء اتصل العلماء أذكر على سبيل المثال أدنبذر مثلا محمد أبو زهرة البلتاجي وكذا جديد البوسع منو غالرزيك الإمام الشاطبي الإمام الآمدي الإمام السيوطي الإمام الذهبي ياك يعني مسنون سقاسمي فذان تبذات مسني جنسل من فهم القرآن الكريم يعني العلماء سقرديش انت مسالك القرآن الكريم تفسير إلى آخره أن ند ملكية الإنسان للمال ليست ملكية مطلقة أبدية ولكنها ملكية استخلاف وإنابة. ذا شو المعنى يتس أيام ذان لرزقي قلنا نجري فاسنيك وثمتك تصفضارا إترنال ألا مثلا يردوني خاطئ الخير نجري فاسنيك سياسة زكا السينيك زكا ماشينيك يغال الورثة ذيني مقارن ستقبايليث ثمورث تبديل إمولام استخلاف مادام أنت مستخلف إذن يجب عليك أن تطبق أوامر من استخلفك. شغل بنيس عن بروكيراسيون سير بروكيراسيون وتسير بليشيني سير كان وكالة ولكن فافن الشي ماشي الكيتش كشات الحوص لا بروكيراسيون إلى قصد غوالي وينك وكلم ولله المثل الأعلى. ربي سبحانه هو الذي استخلف البشر وهو المالك الحقيقي للأشياء والأموال ابتداء وأثناء وانتهاء فقط أنه في أثناء حياة الإنسان يستثمر تلك الأموال. الآية النظام إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله ربي يتمسلي في صفات المؤمنين إناك مثلا يا ربي يتوفذرت وجلت قلوبهم ولو الإنسان تكشم الطمأنينة تنكشم الوقار تنكشم التقوى خشية من الله وإذا تليت عليهم آياته مثلا يولى ربي سبحانه يتلى زادتهم إيمانا سيمي يسل يولى ربي سبحانه يتنرني الإيمانيس وعلى ربهم يتوكلون أتسينا في ربي سبحانه أم بعد الناس الذين يقيمون الصلاة المؤمنون يصلون يؤدون الصلاة من بعد ومما رزقناهم ينفقون مباشرة بعد الصلاة أبريث الظليث يساد الأمر بالإنفاق إذا قبل آدم لرزق إقلان يجري فاسنيك أنفق صرف أمكا صرفوا هذا نشرح من بعد أولئك هم المؤمنون حقا وين يبغى نظر أنوي ذا المؤمن انتذت ذوي قالاقي يدي وصف ربي سبحانه في سورة الأنفال سي الآية في السناث المثل الآية في 4 من بعد ينادى ربي في سورة النساء 39 وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر قال يوم ننصر ربي وذا من ننس الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله يساد الأمر بالإنفاق جست أبري الإيمان أولا صربي سبحانه أكس الآخر خاطر عبيد سام من الآخر هذه خمم مشاري الزور ذي مقارن استقبايليث أين تزرع ضد دونيث أتميرض ذي الآخر أين تزيض ذي الدونيث أتغلطض ذي الآخر فالدنيا مزرعة للآخرة لأن الدنيا دار ممر والآخرة دار مقر. أي النظام الذين يؤمنون بالغيب في أوائل سورة البقرة الآية 3 الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما أنحوج بعد مما يجي ومما رزقناهم ينفقون. سورة الشورى الآية 38 ربي يناد والذين استجابوا لربهم وقال يغنوال يرنوال ربي سبحانه
لنداءاته المختلفة، وأقاموا الصلاة ظلا وأمرهم شورى بينهم درءا للاستبداد والطغيان والعدوان. ربي سبحانه بهذه الآية أقام مبدأ راسخا في حياة البشر، في الحياة السياسية والحياة الاقتصادية والحياة الاجتماعية، بل في جميع المجالات. لو برانسيب تاع الشورى وأمرهم شورى بينهم، من بعد ومما رزقناهم ينفقون. في كل مرة ربي سبحانه يقرن أمر الإنفاق بقضايا مهمة جدا، قضايا متعلقة بالآخرة، متعلقة بالصلاة، متعلقة بالزكاة، متعلقة باليوم الآخر، متعلقة بإدارة شؤون الحكم إلى آخره. التعليق. ولذلك كان ربي سبحانه قال ومما ما شوكينا ربي سبحانه ما يفكاكد مثلا 300 ريتل نزيف أسقوا سيقوى الخير الله يبارك، وكينا ربي سبحانه 300 ريتلا فكيت انت الفقراء أكذي وجيلا خاطئ. إن ياك 10 9 ريتلا فينك 19 ماشينك حق ربي. ريتلاف أم كل ريتلا حسب 1 2 أما تظهر 9 ينك ناس تقينو 19 ماشينك حق ربي. إما إلا الزمورة كي تعتفض فلاس صرفض فلاس ربي سبحانه شراشو كينا إن يكم كل 9 ريتلاتينك النص وايض لحق ربي 9 ريتلاتينك النص من الريتلا كانت في كضي لحق ربي نغمولاش كل 20 ريتلا سوف غيوث 19 29 ماشينك. شيء عجيب دقيق. ربي قروا مما يقرا واحد زمثاره وكني قرا ربي صرف كلش اتياصير من بعد اشو دي يقول ما بقى لي والو. ربي ما قالكش نفق كلش، قالك ومما تفيد التبعيض. مما يعني انفق بعض ما تملك والبعض الاخر هو لك حلال طيب. طيب صافي، البعض لك للادخار والبعض الآخر للإنفاق. ثانيا أنواع الإنفاق. ثم من هضر نسفهمت باللي الإنفاق واجب إلى أكل من لا أم كولي ونشوز ديفكار ربي سبحانه ينفق. ثم نغال ثانيا أنواع الإنفاق أتصل صناف ممكن نختصر في صنفين ألف وباء. ألف الإنفاق العام بين قوسين في سبيل الله. باء الإنفاق الخاص بين قوسين على النفس والولد والأهل والوالدين والأقربين إلى آخره. نشرح. النوع الأول اللي هو الإنفاق العام في سبيل الله. زوار غدكس الحق ربيك زوار مغالا باش كاس نفكازال خاطر ونحواج راه نوصي ون باش ينفق في مانيس اسيون تسوى صرف في مانك كي تاكي سي نورمال تحصيل حاصل بلا ما توصات. أليس كذلك؟ ربي علمكم ذي تريكا اسمي انك ميموت ومذان اشو غادي ربي في القران الكريم انك فضلت ليريتاج فضلت نورمال مي قبل تفضون اتونسيون غتقسم لي دات بقات نتسوفها ذاك يتوالاس خلصيت انت اما الزكاه يا رزق ربي خلص الزكاه وريسوف غير باباك نغ النذور ما باباك كيف كان نذر نغ يترسسيون يغفل لا سخام وثي خلصارا روح تخلصوا صح الديون من بعد ذا الوصايا لي تيستامون ذاك ما جد التيستامون وصيه لقد تسفض وإلا قالت حارض أتفضل تريكا ما تفضل تريكا يراون ولا تبقى تيستاموني أكو الدرك يمكن يخاطيني ضبرق الروس بابا ثاني يبوظ زكايس هذه خلص هذه لا خلص كي جامع جاسي الحقيو الشرعين قبل تفضل صفي التريكا أتستعدي من الغربال بارمي في مثال شدن سغربال لكن تصفيه إلا قد خمي تيستامون ولكن كان الآية شدنا من بعد وصية توصون بها أو دين إزوار الوصية قبل الديون اللي دات تستامون قبل اللي دات اي بورتون ذي الشرع
اللي دات سمزورة قبل تستامر أي غار ذاكي أطاس المسائل دقيقة منها باش ربي سبحانه ادي نباه الورثه اسنقار حاذر تغفلن في الوصيه تجاب ثواني اللي للفقراء المساكين هذا السطحين والزميرنا كوين تقابلن ما ذوين يتسلسني فاك يزمر هاد يسقرو يسيرفد اكي نرجو اكون يعظم ربي لاجار اتونسيون تفضل تريكان ما بغى الحقيو الا ويت تسلسن راك ديجي في ريكونيسونس دو دات يخدم يتسال النوتير زعما تنتقاض ذا شو ديون الله لو كذا في الفلاس انت خاطر ربي سبحانه يدي السفوات هو اقتصاد غليك هاد غلي سكيني الو لا نسكينا ما الى يوم يظلم الدليل داتا نخلص ماذا ربي سبحانه نو كاين ربي غفور رحيم سيفو لذلك يا جماعه الخير هذه بعض المعاني فتحنا بها قوسا ولكن الانفاق العناقي في سبيل الله يسد بصيغتين صيغه الترغيب وصيغه الترهيب اكا صيغه الترغيب هذا زيوريس ربي ناد مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله يوزم ربي كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. البقرة 261. ثقي الآية تأمر ب أو ترغب في الإنفاق. زر كان عجبا أتزوض يوسن الزريعة أتزرعض أدفك الله يبارك السنبلة شحال الحبة في داخليس شحال يعقاين قيرد ناطي مزين يفكر ربي تشبيها للترغيب في الإنفاق أبريناد والله يضاعف لمن يشاء. ذا شو اللي من العلماء شو دنان ندويني فغان ربي يسيفك البركة ذي الخير قويني زرع قويني صدق وإلى آخره إن ياك هذه سقون النية ينس هذه فورتي في النية رب عمل صغير تعظمه النية ورب عمل عظيم تصغره النية. إنما الأعمال بالنيات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. النية خدم النية في سبيل الله أتفك ذا الفرك أش تحسب ربي ذي الميزان العجب. وكذلك هذه الصدقات كلها طبعا في سبيل الله مطلق هذيك الشم ذيك الزكوات هذيك الشم ذيك الصدقات مطلق الصدقات إلى آخره. الآية أيضا في الترغيب من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. سورة البقرة الآية 245. زرامي والما يرض لي يرض لس 10 مليونا إلى قصد دير 10 مليونا لو كانت زيادة تعتبر الربا ذا الحرام. ولكن مع ربي سبحانه ما تخدم ضص القرض الحسن يا ربي سبحانه أكثي دير بين قوسين بربا من الحسنات الحلال. ربي سبحانه هذاك يضاعف الحسنات أضعاف مضاعفة أكيف كالحسنات أكثر بين السيريمض أكثر بين التراجع ما لا يون ولستعرفها سل شغالاكي سل الآية ثاقي يهضر في الترغيب وسانت الصيغ النظام صيغ الترهيب والإنكار يقوين ذي راضار أي قرنك اللبيب بالإشارة يفهم يونس الخزرة يفهم يون هضرنا قيم ألور تساد الصيغة تاع الإنكار صيغة الترهيب مثلا في سورة الحديد يعني اختصر بمكان سورة الحديد الآية 19 ربي يناد وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله. شكون هناك طبعا يهضروا الذين ينفقون وما لكم لا تنفقون ألا تنفقوا في سبيل الله ننادوا زين الزران ربي يدير رزقهم ربي يدير فكان إلى آخره. من بعد يناد ولله ميراث السماوات والأرض. حذاري واحد يتصور أنه يملك المال على وجه التأبيد أبدا. فملكية الإنسان للمال مؤقتة بحياته من الميموت يجد كلش يا إما أين يكسب أثيد يج إوا الراويس أثيد جني وراونسن ويتسجد سوى أدنو غالا ماذا وان تقبيليث ثمورث تبديل إمولان. يعني بدينا ربي سبحانه ولله ميراث السماوات والأرض ماشي تسمى زير ثبوات دا أو كتنا وفلا
تلقامت نغتان قلت نغتان زمورت خاطي السماوات والأرض كل ذلك لله تعالى. آية نظن في سورة التوبة الآية 34 والذين يكنزون الذهب والفضة. نهضرت فيما سبق عن عدم جواز الاكتناز وعن جواز الادخار وبين الفرق بينهما. الاكتناز بلا استثمار ولا ينفقونها في سبيل الله لا شدنا رب سبحانه فبشرهم بعذاب أليم. صفر حيثا ولكن ماشي سوين الصفرحا العذاب الأليم يوم القيامة. طيب سيدي أنا هضرت له الإنفاق الخاص أثنى ربي سبحانه يسوارت إنك ينفق في سبيل الله الزكوات الصدقات التبرعات بناء المساجد بناء في معمرين بناء المستشفيات بناء الجامعات الأوقاف الخير وجاك في سبيل الله. من بعد يهضرت في الإنفاق الخاص ربو غير تسوير دي قرب يمكنوي أين تخدمض اتش سوا يرني تخدمه ولا اتش هكا يحكي دينا ربي دينا شو دينا في سورة مثلا سورة الأعراف الآيتان 31-32 يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. طبعا الآية دي معروفة الإنسان ما يروح يعني سخم ربي الجامع ينظف روحه هذه اللبسة زديا ما يفاتني الشبحنا أكثر الله يبارك ولاش مقار سين زديا وكلوا واشربوا اتشث اسوث ولا تسرفوا الإسراف ممنوع إنه لا يحب المسرفين. من بعد قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. إذا كيني يا أخويا أعيش زاهدا سمحتي أذي حرم في منيس أين لاند الحلال حرم كان أين حرم ربي سبحانه أين دين ذي الحلال خاطر يبدس الآية بهذه الصيغة قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. إذن هذه الآية ترشد الإنسان إلى جادة الحق والصواب باش لا يزهد بغير مسوغ شرعي. كيني يا خويا ما ناكل ما نشرب نحرم على روحي لا يجوز التحريم إلا بما حرم الله سبحانه وتعالى. لنضرب في آية أخرى في سورة البقرة 172 يا أيها الذين آمنوا المؤمنين كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. إنك أتشد سي الرزاق يكون ديفك ربي وتسوثر شكرت ربي. ناو ديون وسايث مثلا ما نبذل الماكلة شو دنقار سيني مسلاي بسم الله إما نروو أشدنيني سيني مسلاين الحمد لله والله نسأل الله أن نكون من الذاكرين دائما ثمسة تجد قول لا غير وتقول واسقر لو كان ربي سبحانه إن يغيد باش الماكلة أتكشم ساعة بوضيك إلى قدر سورة البقرة كومبلي مولاش والله ما يذر. أم بعد مدغر صوت البقرة ثرويض أبريمي ثرويض أدغر صوت آل عمران مولاش تروي في الله ولا يكشم دينا جماعة الخير هازي نلازيكو سندغي الفطور باش الفطور إلى قدر صوت البقرة. لو كان سورة الناس إن أعطيناك الكوثر سيبون مثال سورة شكيلات أتيد غرار باش تدفغ الماكله على بالكم ما كان ما فيش مد في غير ذا في الوايض المحنه ثايو ماذا مال الماكله ماذا مان النبي عليه الصلاه والسلام يا غلام سمي الله انت بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك ميثرويض يد الحمد لله ما عرقنتك سدي مريض الماكله الميث نصفط مكتاضد وسقرا سيطروطار بسم الله اوله واخره يفكر داك النبي صلى الله عليه وسلم امشي نقرز في مسالنا سوا هذا جماعه الخير ذي مدينا ربي سبحانه واشكروا لله مي ثروه عبوط ماشي كيشبع الكرش يقول كالراس يغني بابا من راوي هذا الحديث ودي روى الحديث كيشبع الكرش الراس يفكي الراس يغني والجثث فكي نو احمد ربنا بعد فكي با بروبليم. يا أيها الذين آمنوا
لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، اختارت بعض الآيات ولا تعتادوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا 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 طيبا. حلالا طيبا ماشي ما يبويد الماكله سر الشوا سلم الحفوس افيتشا سيني سي بون نيض بسم الله يواد الحلال جامل يواد الحلال إن بسم الله نقيم يقيم توجور الحرام. لذلك ربي سبحانه وتعالى حلالا طيبا. هذه آية من الآيات. ثورة سمحت لي قريبا والخاتمة معليش ادوي بعض الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال اختار منها إن النبي صلى الله عليه وسلم الله حديث أبي هريرة اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. يا لطيف. سيتادير يعني النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء وين كل الذي ينفق في سبيل الله في سبيل الله نغ في منيس في الدرياس إلى آخره ذاكي في كيس النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء حديث متفق عليه في البخاري ومسلم. اللهم أعطي منفقا خلفا يعني أين تنفقد ربه يدي يخلف ربه يدي يخلف. ولا الغشي ذا تزرام الحمد لله ما يزرعت ديال البحر تمغي ما يزرعت ديال البحر تمغي الخير البحر. وأعطي ممسكا تلفا ولكن زعما يتشوحوا ويتشدوا رغورس ذي حرز ولكن ماشي ذي حرز يحرز. هذا حديث سلامس حديث وايض ذا حديث ابي هريره يند النبي عليه الصلاه والسلام حديث قدسي عن الله عز وجل انفق يا ابن ادم ينفق عليك. قبل ترجمتيد سرح رب دي سرح سرح رب دي سرح. الحديث صحيح ايضا في البخاري ومسلم. طيب ادنا احاديث اخرى ان النبي عليه الصلاه والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. المدينه فالرجل في اهل بيته راع ومسؤول عن رعيته إلى آخر الحديث المتفق عليه. معنى كل يوم يسعى لا ريسبونسابيلتي نس يبدا سي الحاكم اسمه الإمام الحديث الإمام عن الحاكم أمض برا مقران من بعد صبت ألما ذرقز دكو خامس ذنتاري نفقن في خامس فراويس في ثمطوثيس ماشي سمحية تفضي سيت مطوثيس سي مداميس ذي ما يصرف في اللي دعاء زاد ما يموت ذا سيني روح دورثض أوي في دروار روح دورثض ذا ما تورثض لحقيس ميذ لحقيس. لذلك هذه المواضيع لنا عودة لها في مستقبل الأيام. ربي سبحانه في القرآن الكريم ينادي وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حديث ابن مسلم حديث متفق عليه. حديث آخر رواه ابن حبان في صحيحه عن أنس بن مالك إن الله سائل كل راع عما استرعاه حافظ أم ضيع. يعني يوم القيامة رب غي يسقسي أكن من لا إنك أهل ترى نحفظ نضيع نحوفظ نضيع. يعني يوجب في الله يرقاز أتصرف في مطوثيك فراويك في الوالدينيك خاطر سيقول لك راك مذانا خير اللي جان مازال الطمع بونسيون بافاس انت يخدم لاباس به ولكن يقراسي بافاس بونسيون ينيك او يفيد لا فان دو موا اثنفضو اكو ذوات مثنيو وياض اذي يروح يماس 9 بونسيون يموت ورقازيس يعني باباس مخلوقاكي ذا غادي يروح يما سينو تسياره بلي بونسيون مباذا سيدي مباذا ما الشهيد سيني ذي ذمن مباذا مادام ذي ذم مباذا ذنك يصرفن. هذه كلها الوان من العدوان والطغيان. جماعة الخير النبي عليه الصلاه والسلام يناس يوان بقشيشكا يناس انت ومالك لابيك شيني ذوين تكسبض بافاك باش هذا نظر ذا شو بوازال يسعى الوالدين بلا من الناد وقال يتساوين سخاما قمغاران اسينيا ذي ما اكناوي سخام قمغاران لاني مغارنا مكنوي اتموانسن ذاكي دخان يضيق الحال افطروا ما ينفعش رحت سخام قمغاران اتاف ميم دوكال
ذي مغارنا مكنوي لا كلاس نوام أتسهم أتسعد مسنوان ذي الخير ذي ثلوث. طيب يندى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر والإمام أبو داود والنسائي: كفى بالرجل إثما أن يضيع من يعول، وفي رواية أن يضيع من يقوت. معنى ولاش لا ثمام قران أمنا أرى يضيعا وقال في دي وجب ربي سبحانه عز وجل باش هذا ينفق في اللسن. الصحابة أسمي السنة كل الآية تقوم السلام الأحاديث وكذا، استقسى النبي صلى الله عليه وسلم عن أمرين مهمين. الأمر الأول سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن المصارف. الأمر الثاني سألوه عن الكيف، أن دار نصرف أين غدي يفكى ربي، أم شار نصرف أين غدي يفكى ربي. أكون نجاوب في استقسينا كي الدرس وايض، ولكن أساقي السلم غاولة المصارف. نادى ربي سبحانه في سورة البقرة 215: يسألونك، يعني يا رسول الله استقسين كيد، يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين يمزورا والأقربين إذا منيش واليتامى يوجلا والمساكين المساكين وابن السبيل يمسفريثم وما تفعل من خير فإن الله به عليم. المقدار ينادى ربي سبحانه في سورة البقرة 219: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. العفو معناه باعتدال ووسطية. النتيجة بوضع مع الإنسان ينفق بلا إفراط ولا تفريط، بلا تقتير ولا تبذير، فخير الأمور الوسط كما قال ربنا سبحانه: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما على من اقتصد. الحديث صحيح رواه الإمام أحمد. وحديث آخر: من فقه الرجل قصده في معيشته. المصارف والكيفيات هذه المسائل نجيب عنها إن شاء الله في درس آخر إن شاء الله وقدر. والسلام عليكم ورحمة الله. أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله، خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له بالنور